السلام عليكم. ازاي تاخد اعفاء من اول مره في التجنيد؟ طيب قبل ما اقول لك ان شاء الله ازاي تاخد اعفاء من اول مره في التجنيد، ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد ليه علاقه بالتجنيد ويقدر يوصل لاكبر عدد ممكن عشان تفيد زمايلك. طيب ازاي تاخد اعفاء من اول مره؟ اول حاجه انا بفترض دلوقتي انك انت عندك مشكله. يعني ايه؟ يعني لو انت ما عندكش مشكله اخرج من الفيديو وما تسمعنيش. انا بتكلم دلوقتي عن الناس اللي عندها مشاكل طبيه. طيب انا اخد اعفاء ازاي لاول مره في التجنيد؟ انت دلوقتي بتبقى رايح التجنيد وعندك كذا مشكله. عندي مثلا رايح اكشف طبي، عندي مشكله، عندي حاجه في الصدر، وعندي حاجه في العين، وعندي حاجه في الكلى، وعندي حاجه في القلب. عندي مثلا 7 8 حاجات. ازاي اقدر اخد اعفاء من الحاجات دي؟ انت لما بتروح التجنيد وتخش جوه فالدكتور بيبدا لو قال لك على حاجه من الحاجات اللي فيك فانت بتبدا ايه؟ تلف وشك وتقول له انا عندي كذا. طيب بعد ما بيخلص لو انت ما عندكش اي مشكله من اللي هو قال لك عليهم طبعا لو انت عايز تعرف الكشف الطبي بيتم ازاي ارجع للفيديو اللي انا منزله عن الكشف الطبي، سواء عن الحاجات اللي ليها علاقه بالاعفاءات اللي في الفيديوهات بتاعتي او اللي في الفيديوز بتاعتي، وهتلاقي برضو يوم الكشف الطبي ايه اللي بيحصل فيه. طيب انت دلوقتي لما بتبدا الدكتور يبدا يسالك عندك مشاكل ايه، انت بتقول له انا عندي مشكله كذا وكذا 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 وكذا. اي مشكله هايفه عندك بتدخل المشاكل الهايفه مع المشاكل الجامده وهو الدكتور نفسه ما بيبقاش عارف. فالدكتور بيعمل ايه؟ اسهل حاجه عنده ان هو يقول لك ايه؟ اقرب عياده ليه يروح موديها لك. يعني ايه؟ يعني مثلا الصدر فيحولوك صدر، مثلا مثلا عنده مشكله الفلانيه. فانت لو قلت له 4 5 حاجات او 6 حاجات هو بيبدا يحولك، يشوف اي واحده فيهم ويروح محولك على العياده، وانت ونصيبك يا تاخد اعفاء منها يا ما تاخدش اعفاء منها، رغم ان انت ممكن يبقى عندك مشاكل كبيره في حاجات تانية. طب يعني انا اقصد اقول لك ايه؟ اقصد اقول لك ان انت لما تروح التجنيد وعندك مشاكل كبيره، مثلا عندك مثلا في دراعك مثلا مفتوح مثلا بطول الايد كده من هنا لهنا، كنت واخد غرز ده كله، وعندك مثلا مشكله بسيطه، عندك حساسيه مثلا وحساسيه عاديه، فانت عايز ايه؟ انت بتقول له مشاكل كتير عشان ايه؟ عشان تحسسه انك انت عندك مشاكل كتير فتاخد اعفاء. لا ده ما بيحصلش. انت هتعمل لنفسك مشكله ان هو ممكن يحولك ايه؟ جلديه، وانت اصلا عندك مشكله كبيره ليها علاقه بهنا، كان المفروض يحولك حاجه تانية. او عندك حاجه في الاعصاب او في العصب، فبدل ما تقول له على العصب قلت له ايه؟ قلت له مثلا عندي مناخيري فيها كذا، فهو يبدا يحولك على عياده الانف ويسيب المشكله التانية. طب نصيحتي ليك ايه في الموضوع ده؟ نصيحتي ليك لما يبقى عندك مشكله كبيره حاول توجه الدكتور ناحيه المشكله دي. بمعنى ايه؟ يعني انا دلوقتي عندي نظري ضعيف جدا ما بشوفش خالص، -8 -9، ما اروحش بقى اقول له اصل انا عندي يا دكتور، اصل انا عندي صباعي كان متعور في الحته الفلانيه وعندي برضو عيني. لا، انت قول له على مشكله عينك بس. طالما انت عندك مشكله كبيره يبقى قول على المشكله الكبيره بس. طيب خليهم مع المشكله الكبيره. لما اتعرضت ما حلوليش المشكله الكبيره وقالوا لي ايه؟ لا هتخش. تمام؟ ما انا عندي فرصه في التظلم ان انا ايه؟ ان انا اقدر اروح الحلميه واقدر اشوف انا هعمل ايه. بس الاول دايما في التجنيد بتاع الرمايه او مش او في اي تجنيد، انا بديك مثال لتجنيد الرمايه، او في اي تجنيد حاول الاول دايما 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 انك انت تسلط الدكتور على المشكله الاساسيه بتاعتك. ما تخرجوش وتروح بيه المشاكل الفرعيه. انت عايز انت تبقى، طبعا انت غرضك كويس ان انت عايز تاخد اعفاء وعايز تخلي الدكتور او توجهه ناحيه انك انت عندك مشاكل كتير، بس للاسف انت ما بتعملش كده. انت بتوجه الدكتور ان هو يختار لك المشكله اللي هو يوديك العياده على اساسها. ففي دكاتره اوقات بيكونوا مش ما بيحبش يدي، حاسس انك انت ما تستاهلش الاعفاء فيوديك للعياده الاسهل عشان تخش. فالاحسن انك انت لما تيجي تروح للدكتور توجهه ناحيه المرض اللي انت عايزه. فعندك مشكله جامده في العين تخليه تقول له على العين، عندك مشكله جامده في الاعصاب تقول له. انت ما تقولوش على مشاكل كتير الا وانت بتهلس وايه وما عندكش اصلا مشاكل وعايز ايه؟ تقول له اي حاجه. تمام؟ بس ده الموضوع كله الخاص بالجزئيه اللي هي بتاعت توجه الدكتور ناحيه ايه، لان دي مهمه جدا 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 وبتفرق معاك في دخولك الجيش من عدم دخوله. ماشي؟ السلام عليكم.